تعالوا نعمل البانيه المقرمش من بره وكمان هيفضل مقرمش مدة طويلة. النهاردة هنعمله بتتبيلة بسيطة هتطلعه بطعم رهيب. البانيه المقرمش الذهبي الشارب من التتبيلة كويس وكمان بكفر ثابت عليه. يلا نسمي بسم الله ونبدأ على طول. أول خطوة بقطع صدور الدجاج بعد ما غسلتها وصفيتها كويس. بحط إيدي وبضغط على خفيف وأقطعها بالشكل ده. بقطعها شرايح رفيعة على قد ما أقدر. استخدمت صدر فرخة كامل تقريبا 900 جرام. هاحتاج بصلة كبيرة مفرومة أو مية بصل أو عصير بصل، وباضيف عليها معلقتين كبار عصير ليمون، وباضيف عليها معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود، وبقلبهم مع بعض كويس، وبحط البانيه في التتبيلة وأتبله من الجنبين كويس، وبغطيه وأسيبه في التلاجة. وكل ما بيقعد في التتبيلة طعمه بيبقى أحلى، فممكن تتبلوه قبلها بيوم أو حسب الوقت بتاعكم. نيجي للتلات أطباق المشهورين: دقيق وبقسماط أو عيش محمص وبيض. بضيف على البيض ملح وفلفل أسود وتلات معالق حليب أو مية، وبقلبهم كويس. وباخد واحدة من البانيه وبحطها في الدقيق من الجنبين، وبعد كده بنزلها في البيض وبعدين في البقسماط، وبضغط عليها علشان البقسماط يثبت، وبنفض أي بقسماط زيادة. ممكن نقف عند الخطوة دي وأحطها في أكياس تخزين وأحط بين كل واحدة والتانية كيس تلاجة علشان أعرف أطلعها بسهولة. وبنحطها في التلاجة علشان تتجمد وتطلعوا منها وقت ما تحبوا. وبعد ما خلصت الكمية كلها بحمرها في زيت غزير، وقبل ما أحط البانيه في الزيت أتأكد إنه سخن كويس علشان البانيه ما تشربش زيت، فبختبره بنقطة مية وخليكم بعاد علشان الزيت بيترطش. وأول ما يهدى بحط البانيه وبسيبه دقيقة على نار عالية، وبعدين بهدي النار لمتوسطة. وأول ما تاخد لون دهبي خفيف بقلبها على الجنب التاني، وبعد ما تاخد نفس اللون برجع أقلبها على الجنب الأولاني وأسيبها تتحمر وتاخد لون دهبي غامق. وأول ما بيطلع على وش الزيت كده بيكون استوى. وبشيلها بعد ما بتتحمر وأحطها على ريك أو مصفى علشان تفضل مقرمشة، وما تحطهاش على مناديل مطبخ علشان هتبقى طرية. بالنسبة لي هو مش مجرد أكلة سريعة بس، هو بالنسبة لي أكلة منقذة، ومفيش بيت بيستغنى عنه دلوقتي خالص. لأنه من الوجبات الموفرة وبتتحضر بسرعة والكل بيحبه. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربوا بالطريقة دي. وأتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وإذا كنتم لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.